بتذكر وقت يلي حكينا قلت لي ما تبكي يا سوزان، وقلت لي رح أبقى جنبك عطول. بس هلأ شو؟ حاسة إني ما عدت أختك مثل قبل، وإني غريبة عنك وما بتعرفني أبداً. أنا ما ضل معي وقت بالمرة، لأنه عرفات صار مع أبوه هلأ وما عاد تفرق. لهيك قررت إنه وقف كل الحكي يلي انقال عني. أنا مصرة على هالشي، وما بدي أي حدا يوقف معي بالمرة، حتى أنت. بتمنى تفهمني منيح. شو هذا يا ربي؟ معقول ما بعرف أختي منيح؟ مرحبا، تفضلوا. معقول تتراجع بكلامك؟ لا مو معقول. بتعرف انه وليد اجا ليشوف بقية حسابه معنا؟ ومن وقت زارنا وامور شغلنا عم بتصير اسوأ بكتير، وعم ننفضح، وبلشوا الناس يخافوا، وما عاد حدا اشترى شي. المفروض تحل هالقصة. بس أنا وعدتك رح أخلص على زياد بأقرب وقت. هي الشغلة مو شغلة حكي وبس، ما رح توصل لزياد بهالسهولة. اسمعني منيح، انت لازم تنسى الماضي، ولازم تعرف انه هي فرصتك الأخيرة. بوعدك إني أقتله. ايه منشوف. فكري بالموضوع منيح، لا تحطي زياد ولا علي شير بهذا الموقف الصعب. المفروض تقرري لحالك، وإذا كنتي ناوية إنه تتركي البيت لازم تعرفي إنه بريتان بعيدة كتير من هون، وما تنسي إنه مهران رفيق زياد، وكمان يوسف شاب منيح، حاولي إنك ما تضيعي. شفتي بعينك؟ هو عم يخدعني وعم يكذب، وما رح يساعدنا ولا رح يدلنا. معقول يعمل كل هالشي؟ شو السبب؟ بدي أفهم. لا تزعلي منه، هو مو ذنبه، قال لازم تقرري لوحدك. بعدين ليش هالحكي؟ شو نسيتي إنك السبب لحتى أجيت لهون؟ بظن إنه زياد متضايق ومزعوج، بس ما عم يحكي وعم يحاول يخبي هالشي. بس هالإشاعات عم تخليه يجن جنانه. الزلمة يلي عندي هو ابني عرفات، وما في حدا تاني غيره. أوه وأخيراً، شو هالجنة هي؟ يا سلام، قديش ماني غبي يا سعدو، لأنه السعادة كانت قدام عيوني طول الوقت، بس ما عم شوفها. والله كنت على طول حاول خبرك بهالشي، بس ما سمعتني. بصراحة كان الطمع عامي على قلبك يا أخي، وعلى طول غالبك. ايه والله معك حق، ما في مثل الأخ بنوب، بس لازم تسامحني. تعرف بشو عم فكر يا سعدو؟ هلأ بعد ما خلصنا من هذا الموضوع عم فكر ابعت ناس على العشاير يلي حوالينا مشان اخطب لك، ورح نقي لك بنت من مستوى عائلتنا، وبوعدك يصير هالشي بأقرب وقت. سوزان هلأ متضايقة كتير وكمان مزعوجة، لأنه الإشاعات عنا ما عم تخلص. لهيك لازم تقدروا وضع سوزان، وما لازم تزعجوها بهذا الخصوص.
اعمل مثل ما عم قلك يا علي شير. سوزان صارت عروستنا وصارت صاحبة هذا البيت، لهيك ما لازم تخاف أبداً، ما حدا بيقدر يقرب عليها. سوزان، بتمنى ما تضلي متضايقة، ما بيصير تضلك زعلانة هيك، لساتك عروس وبوعدك إنه بيصير يلي بدك إياه. قررت لحالك ورحت بدون ما تقلي؟ وين العم زهران؟ أنا تركته بالمدينة. الحكي مزبوط، سوزان قالت إنه بتعتبرك مثل أخوها، لهيك ما عم تفكر بالزواج منك، وهاد كان قرارها والكل لازم يعرف هالشي. ايه انا كلمتي ما بتنسمع بهذا البيت. شلون بدي اطلع بوش زياد؟ انت وزهران خدعتوني. زياد مو هيك بده. بطلت اتزوجها، خلي مهران ياخدها. طيب انت ليش هيك فورا بتعصب؟ عم قلك حابين انه نزوجك مو نضربك؟ شو جريمة يعني؟ لوين رايح؟ زياد اجى لعنا واكيد لازم نبين له انه نحن معه، وما تنسوا انه مهران بيكون رفيقه والمفروض نحميه ونعرف نتصرف منيح معه، لانه زياد اغا له دين علينا ولازم نوفي له اياه. شو رايكم يا شباب؟ كلامي صح؟ ايه معك حق يا ابراهيم. ايه ونحن معك. السلام عليكم. خير، شو عم تعملوا؟ ولا شي، عم نحكي. إن شاء الله خير. زياد، تعرف إنه الحاج علي توفى؟ وإنت لازم تاخد مكانه. اسمع مني وما تترك ديرجان يا زياد. الناس هلا صارت تهاجر. ليش هيك عم تحكي يا دلال؟ لأنه في ناس بدهم يصفوا الحسابات لوحدهم، ما تسمح لهم بهالشي. مين بتقصدي دلال؟ قولي لي مين هالناس؟ اسمعيني، الوضع هون بدريجان منيح كتير، لهيك ما تاكلي همي وروحي نامي. سوزان، وين ما رحتي رح تلاقيني بوشك. لسه ما نسيت محمد، بس انت كيف نسيتي عبيده؟ ما تتركي عرفات هيك، وحاولي ما تزعجي زياد، لأنه الكل بدهم يلوموكي، وأهل ديرجان بدهم يقتلوكي. عم تسمعيني مو؟ ايه اسمعي، وأوعك تنسيني. زياد، دلال، شلون اجيتي لهون؟ دلال. طيب بشوفكم اليوم، ماشي؟ تمام، بشوفكم. تمام، سلام. يلا. اتفقنا.
انتظروني. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يوسف هون؟ بالمكتب. ممكن تنادي له؟ يوسف عندك ضيوف؟ اوه اهلا وسهلا اخي، شو اللي جابك لهون؟ تعال بدي احكي معك شوي. طيب شو المشكلة نحكي هون؟ لا مو هون، بدي نحكي برا. ايه شو عليه؟ يوسف أنا رح روح معك. لا ما في داعي، أنا ما رح طول. يلا. مين اللي عم يحكي بهالوقت؟ الو. ليش ما عاد عم تسمع كلامنا يا شكور؟ ها؟ ما فهمت عليك. انت شو بتقصد بكلامك هاد؟ نحن بلش صبرنا ينفد. انت مفكر انه صار فيك تعيش لحالك بدون ما تحتاج مساعدتنا؟ بس تذكر انك وصلت لهالمكانة بسببنا. يعني نحن مثل ما وصلناك لهون فينا ننزلك دغري. أنا ما فيني أنكر فضلكم علي يا معلم، بس افهم علي، أنتوا أخذتوا مني أكثر من اللي أعطيتوني إياه بأضعاف، وأنا عملت كل شي بقدر عليه وقتها. لهيك يا معلم هلا صار وقت التقاعد، لأني كتير تعبت. بس نحن اللي منقرر ايمت تتقاعد. كل يلي طلبناه منك انك تشغل زياد شوي. بس شو اللي عملته؟ تركته يشتغل مثل ما بده وهالشي ما بيصير. لهيك انت لازم تخلي زياد مشغول هالفترة، لأنه حدا خطير كتير. بس حاول ما تعمل مشاكل زيادة، لأنه إذا حس علينا رح يخرب كل شي وما رح نقدر نوقفه. بتمنى من حضرتكم إنه تشرحوا لي شوي اللي عم يصير معكم، يجوز حللكم هالمشاكل. ليك يا شكور بنصحك ما تسأل كتير، لأنه كل ما عرفت أكتر رح تصير حياتك بخطر أكبر. وهلأ بدي منك تروح تفكر شلون رح تخلي زياد مشغول أكتر. ما رح تخلص بقى يا شكور. شو في أخي؟ احكي لي شو اللي زعجك؟ مفكريننا خايفين من زياد، بس هنن اللي خايفين، لأنه زياد ورفقاته عم يتعالجوا هلأ، ووقت رح ينشفوا رح يرجعوا يعملوا مشاكل، وهذا يلي مخوفهم أساساً. بس أنا واجهته لزياد وحاربته كتير، بس الناس حامينه، والسبب إنهم بيحبوه، وأنا ما بقدر أقتله، وفي حواليه كل هدول الناس، فهمت؟ فالحل الوحيد إنه ما خليه يقوى. أنت شو قصدك؟ لسه ما فهمت؟ شو في يا أخي؟ نحن ما بدنا نقتله، بس رح نعمل له مشاكل. بس كيف؟ رح نقطع لهم المي، يعني رح نخليهم يعطشوا، وقت زياد الكلب رح يجن جنانه. لا مو معقول، أنت ما رح تعلق معه، وعدتني بهالشي. بكفي يا سعدو، لازم نحاربه. أنا ما رح ساعدكم. شو هاد؟ إذا رح روح أنت مجبور ترافقني. تفضلوا شباب. اقعدوا، ليش واقفين؟ فهمني، انت ما عم تخجل من حالك؟ شو عم تخبص انت؟ لك اعتبرناك مثل اخونا وقويناك، وفوق هاد وقفنا مع بعض على طول. شو نسيت انه نحن حملنا سلاح مع بعض؟ وانت شو عملت يوسف؟ احكي. شو هالتخبيص هاد؟ ما عم افهم عليك ابدا. انت يلي عم تخبص بالحكي. سوزان هي اختنا، وانت بتكون مثل اخ إلنا. وانا كمان بشوف سوزان مثل اختي، وهي ما كانت فكرتي. الزلمه مستحيل يعمل هيك شيء، صح؟ ولا شوف؟ سوزان هي اختنا. اللي هيك بتعامل اختك؟
خلص بكفي لهون، نحن ما عاد بدنا نشوفك بنوب. أنا قلت لك إني منيحة. بس ما كان عندي خيار غير انه اطمن عليكي انت والطفل يا هيلين. بشو غلطت؟ تفضل. وينه يوسف؟ معلم اجا لهون 3 شباب قام اخذوه معهم. لوين راحوا؟ والله ما بعرف، ما قالوا لي ولا اي شيء، بس شكلهم كانوا كتير معصبين. خليك هون. معهم حق، ما كان لازم يصير هيك، وما بعرف ليش هيك عملت. يوسف؟ مين زعجك؟ يلا جاوبني بسرعة. ما تاكل همي. شوف حالك قديش مزعوج، قل لي مين يلي اجا لهون وزعجك؟ أنا بجاوب، أكيد اجوا ليحاسبوك مشان سوزان، مو هيك؟ الحق معهم، لأنه هذا غلطنا. شلون بدي واجهها لسوزان؟ وشو رح يقول زياد؟ ما قالوا أي شيء. مفكرني رح أسمح بهالشي لو إني غلط؟ نحن تصرفنا حسب الأصول. سليمان قال لي كانوا 3، واحد منهم إبراهيم، مو؟ وشو رح تعمل معهم؟ لك شو أسمائهم؟ تاني يونس والثالث صبري، ما هيك؟ قديش ساعة؟ طيب روح أنت على شغلك هلأ، وبس شفتون أنا بعرف أتصرف معهم. ما تروح، رح أنسى القصة لأنه ما لن ذنب أبدا، اوعى تبهدلهم. خلص أنا رح حلها. روح وجيب لي عبد الله لعندي فورا. حاضر يا روح. بيك. تعرف يا سعدو، عبد الله بيلزمنا. هلا شوفني كيف رح راضي. ايه شو عليه؟ ايه منيح انك بهدلته. شو هالمسخرة هي؟ إجا مهران آغا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام وعليكم عليكم. السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. إبراهيم، يونس، صبري، تعالوا. شو صاير؟ في لي حكي معه. قلنا شو القصة يا أغا؟ والله أنا عايزكم بموضوع مهم ولازم نحكيه هلأ وفورا.
مرتك ناطرتك يا علي شير، وانتوا الحقوني. تعالوا. تفضلوا. أول مرة بشوف الآغا مزعوج لهالدرجة. مزبوط، بس يا ترى شو يلي صاير؟ مالك شايفة كيف مهران آغا آخدن وحاطط بعيونه الشر؟ فيني أعرف مين طلب تدافعوا عن سوزان؟ هالشي مانو معقول. شو نسيتوا مين يوسف؟ ليش عم تحاربوه انتو؟ شو هالمسخرة؟ لك عيب عليكن. اسمعوني منيح، أنا المسؤول عن كل شي صار، ويوسف ما دخله. لهيك بتحاسبوني لإلي وبس. لك شو ناطرين؟ جاوبوا. انسوا هاي القصة وما عاد تجوا لهون، واوعكن تقربوا على يوسف. مفهوم؟ يلا امشوا من هون فورا. طلبتني يا معلم. تعال عود عبد الله. لا مستحيل. عم قل لك عود. لا ما بيجوز مشانك. لك خلصني عود وحاج تحكي بقى. لا تعصب علي يا اخي، وهي عادت. ايه كيفك انت؟ انا ماشي حالي وعم بشتغل بهالارض. بس ما اكون عم عطلك. لا يا اخي انت بتمون. انت بتعرف انه الشغل ما بيخلص. لأنه الوضع صار سيء شوي يعني. طيب اسمع، قل لي يا أخي، شو رأيك نروح أنا وياك على حمام السوق؟ على الحمام؟ على الحمام، شو قلت؟ أنا في عندي مشكلة، لهيك منروح لهنيك ومنحكي براحتنا. يعني أنت ناوي ترجعني على شغلي القديم؟ لك معقول استغني عنك أنت؟ شو نسيت انك ايده اليمين لشكور اغا؟ يلا امشي. شو عم تقول يا اغا؟ انا جاي معك، انتظرني. وهي وصلنا. تفرجوا على الجنة. أنا متأكد إنه رح يعجبك المكان، رح تشوف بعينك. ايه بعرف هالشي بابا، ضيعتي ما بتتغير أبدا، أصلا أنا ما نسيتها. مو هاد حسن يا أخي؟ ايه والله هذا هو. مو معقول قديش اشتقت للضيعة. وأنا اشتقت لها واشتقت لعمي جبرائيل. طلع بابا جده جبرائيل هون. مين هدول؟ هذا حسن الألماني وأولاده. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك عمي؟ أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ طمنا عنك. أهلا وسهلا. فكرتك ما رح تجي هاي السنة. مين هاد؟ هذا علي. كيفك عم؟ اوه والله كبروا وصاروا شباب، ما شاء الله عليهم، الله يحميهم. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. يلا عدوا يلا فيكم. شرفتونا يا جماعة. السلام عليكم. مرحبا، كيفك؟ اهلا وسهلا فيكم. شو أخبارك؟ السلام عليكم. تفضلوا شرفوا عدوا. اهلا وسهلا فيكم. أهلين فيك، حياك الله. شرفتونا. لك عبد الله عم يفتروا علي. قالوا انه زياد قوصني وهلا بده يسامحني. شايف على هالكذبة؟ ايه والله واحد كذاب. وبتعرف شو كمان؟ قالوا اني كنت خايف منه وكنت لابس ثياب نسوان بس مشان اهرب. وكمان قال لو انه زياد مسكني بوقتها اكيد كان رح يقوصني. بعتقد هن قصدهم يشبهوك بالسيد كرم.
بس سيد كرم رفيقي، يعني مثله. صحيح، بس يلي قصدوه انه هو هلا حلق شواربه ولبس مثل النسوان كمان. وبعدين هذا رفيقك هرب من برزان. هنن كذابين. شو هالمسخرة؟ الله يلعنهم كلهم، كلها إشاعات. ايه صحيح، مزبوط يا أخا. لا وافتروا علي أنا كمان. ليش شو قالوا؟ تخيل قالوا إنه زياد مسكني ودفني وأنا عايش، وإني ترجيته حتى يتركني ويطالعني من القبر هداك اليوم، وفوق كل هاد دخلت على خيام ديريجان وطلبت منهم يتواسطوا لي. قال طيب معقول أنا أعمل هيك شيء؟ العمى. ولك عبد الله، يلي قالوا عني كان كله إشاعات، بس أنا حاسس إنك عم تكذب. لك هالشي مستحيل، والله إنهم عم يكذبوا، الله يلعنون. لك فريك منيح، مللتني. ايه بتأمر. سرعة. طمني يا عم، وضعك أحسن؟ ايه الحمد لله. ما شاء الله، شو كبراني، ما شاء الله. شو بنتي، ما عرفتيه لعمك حسن؟ بلا عرفته. أهلا وسهلا فيك يا عم. تسلمي. شكرا. أهلا وسهلا، أهلين فيكم. كلك ذوق. ما قلت لي امتى ناويين تستقروا هون؟ والله ما بعرف يا عم، ولادي خلصوا دراستهم. تفضل. وهلا حابين يرجعوا يشتغلوا ببلدهم، وإن شاء الله يتحقق هالشي بأقرب وقت، وراح نشوف شو بيصير. كلامك مزبوط يا حسن، الشباب لازم يشتغلوا ببلدهم. صح معك حق. لأنه ما عاد عنا شباب، كلهم عم يروحوا وما عم يرجعوا. السلام عليكم. وصلوا الشباب؟ طيب تفضلوا. اوه اهلا وسهلا. بدكن عزيمة لتجوا؟ انت يا صبري زلمة عاقل وبتعرف شلون تتصرف، بس ليش حتى تزعجوا الزلمة؟ شو يونس، صرت رجال؟ معقول رحتوا تتمرجلوا على زلمة منا وفينا؟ معقول هذا الشي؟ شو ما رح تستحوا؟ عن جد مو طبيعي. لك يا زياد، ما بدي اسمع صوتك. مستحيل اني سامحكن. شو صبري؟ وانت؟ نلعوا من وشي لشوف. يونس تعا. لوين؟ امشي. علي شير تعا. الغلط غلطك انت. ليش حتى تسمح لهم؟ انت هلا ما عاد ولد، وفوق هاد رح تاخد الزعامة، يعني بدك تستعد من شان ما تتكرر هيك شغلات عنا. هاي مهمتك ولازم تكون قدها. يا غوات ما تاخذوني، أنا مجبور إني أعمل هذا الشيء. ايه معك حق. اسمعوني منيح، أنا بكون الكبير بين إخواتي، بس أنا ما رح أقدر آخذ محل أبي. اعذروني، لأنه عصبيتي وأغلاطي الكتيرة كانت تضايقوا لأبي، لهيك ما بقدر أتحمل هاي المسؤولية. بس حابب أقول إنه علي شير عنده شخصية قوية وبيقدر ياخد مكان أبي، وإذا بدنا نسيطر على هذا المكان لازم نرشح علي شير لحتى ياخد مكان أبي. بس أنا بعترض. هارون عم يضحي بالمنصب كرمال يستلم أخوه، مع إنه هو أحق بهالزعامة. وفوق هاد علي شير لساته صغير وما عنده خبرة أبداً، وفي عنا مشاكل خير الله. جمال اسكت، انت عم تعمل عداوة. هارون بيعرف شو عم يحكي مزبوط، وبصراحة أنا هلأ رأيي من رأي هارون. أنا خايف يغير رأيه، وهذا الشي رح يخلق عداوة، بس مو معقول هالشي. شو هالحكي هاد؟ ما لازم تفكروا هيك. أنا بضم صوتي لهارون، بس بالأول لازم نسأله لزياد وناخد رأيه. إذا رفض المنصب وما بده الزعامة، ساعتها علي شير هو المناسب. شو رأيكن؟
أنا ما إلي حق أحكي، بس علي لساته صغير، ونحن الشباب بندعمه كلنا، ونحن لازم نسأل زياد، لأنه رأي أخي زياد مهم كتير بالنسبة لنا. يا جماعة أنا ما فيني أتحمل هالشي لوحدي، لأنه هذا مو قراري، أنا مع رأي الأكترية وبس. إذا عرفنا شو الصح وشو الغلط، المنيح والسيء، الحلو والبشع، وقتها بس رح نقدر نختار الشخص الأنسب لهذا الشي، ورح نكون إيد واحدة على طول ولو اختلفنا. في هون أخونا هارون صار عم يسيطر على حاله، ولازم نقدر هالشي. وعلي شير رجال. أنا علي شير ديريجان، الزعيم الجديد. بوعدكن إنه رح خلي المستقبل يكون حلو كتير هون، ورح حاول اشتغل مثل ما كان أبي يشتغل تماماً، وأنا رح أعمل كل شي بقدر عليه للضيعة، ولو كلفني حياتي حتى. وبوعدكن إنه وقف دايماً مع الحق مثل كل رجال ديريجان، وما رح خلي الأعداء يطالعونا من أرضنا، وإذا حاولوا نحن رح نواجههم وما رح نسكت عن الحق. زياد أغا، أنا بتمنى أسمع رأيك. اسمعني منيح، بدي منك بهالوضع هاد تكون صابر وقوي وقد حالك، وقراراتك صحيحة، وكل كلمة بتقولها ما لازم تتراجع عنها أبداً، ولازم تكون قاسي واوعى تكذب، لأنه طريق الكذب مو منيح بنوب، ولازم تتصرف بذكاء لما بتاخد القرار، وإذا حكمت بين الناس لازم ما تعصب كتير، لأنه العصبية آخرتها الظلم وبس. اسمعني، 3 شغلات ما بيرجعوا: كلمتك، ورصاص كمان، والميت. ليك يا علي، ديريجان حدودها مو بالأراضي وبس، ما في إلها حدود. يمكن ما تقدر تتحكم بكل شي، لهيك تذكر إنه عشيرة ديريجان رح يوقفوا جنبك. ما بدنا تفهمينا غلط، لأنه عم نحكي هيك لمصلحتك وبس. كنت عم فكر شو لازم أعمل، بس حاسة إنه تأخر هالشي، وصار حكي الناس عم بيزعجني كتير، بس ما عم بهتم. مشان بابا مو مشاني. الناس ما بيرحموا بنوب، مع هيك ما رح أفقد الأمل أبداً. حاسة إنه زياد رح يجي، وأكيد رح يطلبني من أبي ونتزوج. اطلبي هالشي من زياد. مثل ما قلتي هلأ، بصراحة ما فيكي توقفي حكي الناس بنوب. مو هيك قصدي. شو نسيتوا أنا اعترفت له بحبي قدامكم كلكم، وقتها تجاهلت كرامتي وبكيت قدام الكل كمان. انتي لازم تحكي يا جوري، حاكي لزياد، يا بيطلبك يا أما بينساكي. لو ما خفت من الجواب كنت طلبت منه هالشي. أنا كتير اشتقت لأولادي، بس فهمني لإمتى بدهم يضلوا بعاد عنا هيك؟ محلولة إن شاء الله. بس يطلع المعلم بإذن الله من المشفى، بدي حاول رجع أولادي، ورح سجلهم بأقرب مدرسة. بس ما بدي تنسى إنه نحن ضيوف هون، وساكنين هلأ بخيمة أخي زياد. حاول تعمل شي، الوقت عم يضيع منا يا طه. لا تقولي هيك، معروف زياد أنا ما رح انساله يا أبداً، ورح حاول رده بأقرب وقت، بس المفروض نفكر منيح ونصبر شوي. يا طه، زياد طالبك، قال عايزك ضروري. جاية فوراً. أنا شايف إنه عبد الله عم يتدخل بشغلنا كتير، مو هيك؟ مع إنه عبد الله هو يلي خلى المحامي أحمد يتعاون معنا. ليك أنا ما بدي وصيك، اوعك تأمن لزياد. صح، هو واحد غدار، بس بما أني رح واجهه ما بدي أرحمه أبداً. شو هالتخبيص هاد؟ شو نسيت إنه عذبك؟؟، واضح إنه ما رح يطلع لك معه أبداً. ما بدي أرحمه أبداً. شو هالتخبيص هاد؟ شو نسيت إنه عذبك؟ واضح إنه ما رح يطلع لك معه أبداً. شو نسيت إنه عذبك؟ واضح إنه ما رح يطلع لك معه أبداً.
أعطيني بس فرصة وحدة، ويا أنا يا زياد. ايه شو عليه؟ ايوه يعني اللي هوسني مو من هون. أنا برأيي ما تفكر غير بصحتك وبس، لأنه الناس ناطرينك. واضح إنه بدك عكازات. رح نعمل لك عكازات تمشي عليهم هالفترة. لا أنا منيح من دونهم. طه بده يضل جنبك، هالشي أفضل مشان حمايتك. منيح هيك يا زعيم؟ اسمعوني منيح، المفروض انه نجيب اولاد طه من ديار بكر ونحطهم بمدرسة قريبة من ملاطيا. ما تاكل همهم، رح نحلها. يلا يا علي. سلامتك يا زعيم، بدك شي قبل ما نروح؟ بنوب، سلم لي على كل اهالي ديريجان، اول زيارة لإلي راح تكون لعندكم. ماشي بيوصل. الله معك. زياد، معقول نسيت الهدية؟ سلم لي على ابنك كتير. يسلموا. ضل يومين يسألني عن زياد ولحشته. شوفي مثل ما قلت لك. شو انت مجنون حتى بدك تقوز زياد؟
لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.